السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا رجالة؟ اخباركم يا رب تكونوا بخير كده. انا دلوقتي طالع ان شاء الله الصبح كده رحلة من على الشط في الساحل الشمالي، فكنت ببتدي اجهز العدة وكده، فقلت اجهزها معاكم عشان تعرفوا برضو ايه الحاجات اللي بناخدها معانا واحنا طالعين على الشط. حاجات بسيطة، ما تحاولش تعقد الدنيا، ما تحاولش يبقى معاك حاجات كتيرة جدا. يعني خد الاساسيات معاك، ولو الدنيا عجبتك بعد كده ممكن ايه تبقى تزود ايه اللي بتحتاجه كل ما تيجي تستكشف حاجة انت محتاجها. طيب انا بحتاج ايه وانا رايح الشط؟ الحاجات اللي بستخدمها معاك، تبقى معاك زرادية لو عايز تسلك بيها طعم من بق السمكة والكلام ده كله. معايا برضو دي حاجة تانية، تمام، بديلة للزرادية. لو عندك تمام، مش عندك مفيش مشكلة. دي بس عشان خاطر بتجنب لو في قراد ولا حاجة ضرب عليا وكده، بحاول استخدم الحاجة دي عشان تبقى بعيد عن ايدي، لان هو خطر جدا وممكن يقطع ايدك. مقص يكون حامي عشان تقطع بيه الطعم. بحتاج رصاص، تمام. مقاسات بقى عندك من اول 60 وبعدين 80 وال100 وال125، بيبقى المقاسات دولت هما اللي انت بتستخدمهم على الشط. معاك حتة فوطة، ماشي، عشان تنضف بيها ايدك عشان ما تبهدلش المكنة من الزفارة وكده. محتاج خيط، بكرتين خيط ترميل، واحدة 35 وواحدة 40. ال40 دي عشان الشعر الأساسي اللي هو بتاع السبحة أو القرمة، وال35 بيبقى عشان خاطر الوش اللي هو فيه السن يكون أقل من الخيط الأساسي. محتاج سكينة تكون حامية لو احتجتها يعني. دي حتة خشبة كده، دي كانت عبارة عن فرشة ألوان، وهي عبارة عن ان انا بستخدمها برضو في ان انا بطلع لو السمكة بلعة، بتدخل دي جوه بق السمكة، تمسك الخشبة دي كده تلف بايدك على طول السمكة، هتلاقي الخيط طلع بالسن، وفي نفس الوقت انت ايه ما عدتش تعافر بالزرادية. دي لو بلعة يعني، ماشي. حتة خشبة عشان تقطع عليها الطعم، تلاقيها مرمية على الشط. انا دي كانت مرمية على الشط واستخدمتها. هو ساعات بيبقى فيه حجر او اي حاجة بقى من على الشط، يعني مش لازم تجيب حاجة بلاستيك. لو عندك مفيش مشكلة، مش عندك هتلاقي البحر مليان خير، هتلاقي منه الحاجات دي تقطع عليها الطعم. دولت معايا احتياطي، تمام. ده واير خفيف جدا، يعني يعتبر يكون اخف حاجة. الصراحة مش عارف مقاسه كام، بس هو شعر الواير خفيف قوي، خفيف جدا. ومعايا جيجاية صغيرة طولها يعني يا دوبك صباع. دولت لو في حاجة مثلا بسنان بقى دخلت وكده وعمالة تقطع منك السلك، ممكن تجهزها وتشتغل عليها. محتاج ايه تاني؟ محتاج السنون، علبة سنون فيها مقاسات سنون صغيرة. السنون اللي انا بحتاجها عندك من اول مقاس 4 لحد مقاس 7. مقاس 7 هو الاصغر، وبعدين 6 اكبر شوية، وبعدين 5، وبعدين 4 اكبر حاجة. فده بيبقى سن بلدي كفتة. شكل السن بيبقى عامل كده، شايفين السن رفيع جدا. حاول تجيبه كل ما كان ارفع كل ما كان احسن. محتاج شمسية عشان خاطر الشمس، تمام، ما تبقاش حامية عليك. طبعا الحامل او المغراز بتاع اللي بتحط عليه الصنارة، بتدكه في الرملة وبعدين بتحط عليه الصنارة الستاند يعني. ممكن تجيب الخامة دي او تجيب الخامة البيضة، مش فارقة، دي اتقل من دي، فخليك دايما الافضل في الخامة اللي هي الرمادي دي، البي في سي الرمادي، عشان الخامة دي وزنها تقيل محمل، ماشي. العود بتاعك، انا دايما بطلع بعودين، تمام، فبيبقى معايا واحد 5 متر عشان لو البحر عالي، والعود التاني اللي هو ال4 متر، 4 متر ونص، وده 5 متر. تمام. وده طبعا انت في البدايات لو انت بتصطاد في الاول اطلع جرب بسنارة واحدة، لقيت الدنيا ماشية معاك خليك دايما بسنارتين، عشان ايه
واحده عليها مثلا سن كبير وواحده عليها سن صغير، فانت تقدر ايه تكشف الميه حجم السمك اللي موجود ايه. في حلقه شارحه على ازاي تختار البوصه المناسبه للشط، فممكن تبقوا تتفرجوا عليها عشان تعرفوا الخصائص بتاعت بوصه الشط. المكنه بتاعتي تمام، انا كنت عامل قبل كده حلقه عن ازاي تختار المكنه الصح عشان تعرفوا المكنه المناسبه لصيد الشاطئ واي نوع صيد تاني. تمام، دي الاساسيات. تعالوا كده نجمع بقى الحاجات دي بقى في الشنطه. انا ما باخدش شنطه، الشنطه بتبقى مش مستاهله يعني، وفي نفس الوقت بتبقى بتتملي رمله والكلام ده كله. فانا معايا البؤجه دي بتتباع رخيصه جدا، 30 جنيه ولا حاجه مش عارف. ممكن تجيب البؤجه ديت. تعالوا نجمع فيها بقى. سكينه، الزراديه، مقص، والخشبه اللي بنقطع عليها الطعم. حته الخشبه دي عشان لو السمكه بلعه تقدر ازاي تطلع منها السمك. والاداه دي لو مش معاك مش مشكله. الرصاص تمام، حته الفوطه، وبكرتين الترميل والاساسي، والواير، وعلبه السنون طبعا. خلاص، ده بالنسبه اللي بحطه جوه البؤجه. تمام، بالنسبه معايا بقى الشنطه اللي هي الحاجه اللي بحط فيها البوص. تمام، بحط الماسوره، صورة البي بي سي، وبحط ايه البوستين بتوعي، والمكنة بتاعتي. انا معايا واحدة تانية. ده شكل مكنة الشط، بيبقى شكلها بالمنظر ده. ماشي، بحط المكنة التانية عشان انا بصطاد بمكنتين بس كده، واقفل على الكلام ده كله، ومية مية انا كده جاهز. ماشي، يبقى معايا الشمسية، معايا الشنطة. انت ممكن تجيب حصيرة زي دي تفردها على الرملة بدل الكرسي والكلام ده عشان ما تبقاش تقيلة عليك. خلاص، ومعايا البوكة. بالنسبة للطعم انا بصطاد بنوعين طعم. معايا السردين مملح، ده شكل الطعم. تمام، شريحة من السردين. ماشي، ده بتشتريه جاهز من اي محل بتاع طعوم، من ادوات صيد بتاع طعوم. يا اما انت بتجيب السردينه، وطبعا بتجيب السردينه الكبيره اللي هي الروسي. تمام، وبتقطعها شرايح زي دي وتملحها بملح خشن وتسيبها تصفي ميتها كده بتاع نص ساعه، بس ما يكونش في شمس. او مجرد ما هتنشف هتبقى جامده معاك، وتقصقصها بالمقص. انا اصلا بصطاد على طول بالسردين، يعني كان في حاجه قبليها اسمها السردينيلا، او في ناس بيقولوا عليها السندريلا، كنت بصطاد بيها. دي كانت رقم واحد في الصيد على الساحل الشمالي، وكانت بتجيب اسماك اشكال والوان. بس للاسف قعدت تقل في السوق لغايه ما بقى اختفت خالص، فكان البديل بتاعها السردين. النهارده ان شاء الله هجرب الجمبري العقر. ده الجمبري العقر بيبقى عباره عن جمبري اكبر من البرغوث اللي هو بيبقى صغير خالص. ده اكبر شويه وبيبقى مملح. ماشي، دي فايدة الفوطة بقى، ان انت بتنضف ايدك وانت على البحر عشان برضو ما تزفرش المكنة، وعلى قد ما تقدر تحافظ عليها. بالنسبة للسبحة، في طريقتين للسبحة. في الشكل ده، تمام، الفل دوت، ده فل عايم عشان يعوم السن، شايفينه؟ بيبقى ادي السن، وبعدين الفله هنا. طول السن حوالي 30 سنتي او 40 سنتي حاجه زي كده. بحط بيها فله عشان خاطر الجلنفيش، ان الطعميه تفضل عايمه وترفعها عن الارض، فالجلنفيش يخش يضرب عليها.
وبالشكل دوت عشان يبقى على شكل انها كأنها سمكة صغيرة، كأنها بسارية صغيرة او حاجة زي كده. ده لو مثلا الدنيا ايه البحر هادي شوية وحركة الموج قليلة. الطريقة دي قديمة بس انا اول مرة اعرفها من السنة اللي فاتت مثلا، وعشان كده برضو سبحان الله الواحد ايه طول ما هو بيمارس الهواية كل يوم بيتعلم حاجة جديدة. وفي الشكل التقليدي بتاعنا العادي، الطريقة التقليدية القديمة انا جايبها جاهزة، بتتباع جاهزة عشان خاطر بس التصوير، لكن انا اصلا بعملها. هي عبارة عن سن تحت اللي هو يا دوبك السن من غير اي حاجة، وبعدين الرصاصة، وبعدين 3 سنون فوق الوش اللي هو طول السن من الخيط الاساسي بتاع السبحة حوالي مثلا 30 سنتي، فيما اقل حسب ما انت بقى محتاج او حسب النوع اللي انت بتشتغل عليه. لو الجلنفيش بسم الله الرحمن الرحيم والدنيس تخلي الوش 30 سنتي، وممكن تطول مثلا لغاية مثلا 40 بالنسبة لكل سن. تمام. وحاول ما بين كل سن وسن يكون في مسافة كويسة عشان لما السبحة تنزل في المية والخيط مثلا لو رخى من الموج ولا حاجة السنون ما تتعقدش في بعض. انت ممكن تجهز السبح دي في البيت الاول، تبقى عامل كذا مقاس بكذا وزن، تلفهم على فله بالمنظر ده كده، وتستغنى عن ان انت يبقى معاك ايه علبه سنون وخيوط والكلام ده كله، بحيث ان انت يا دوبك تفك دي من الفله وتعلقها. فبعمل كذا واحده من دولت وبخليهم معايا وكده تمام. هي دي كل حاجه وبس كده. السلام عليكم.